سؤال كل الناس بتسأله، يا كابتن مو أنا عايز أغطس أعمل إيه؟ أروح فين؟ أبدأ منين؟ أنا حبيت المجال أبدأ فين؟ وما بعرفش أعوم، هل ينفع؟ حبيته عشان اعترف الحمد لله واسمع القصة. الإجابة بسيطة، عشان تغوص كتجربة مرة واحدة أو تبدأ تعليم غوص حضر شنطتك، حضري شنطتك وتبص في الكالندر بتاعتك تشوف أجازتك إمتى وتطلع على البحر الأحمر. ليه بقول البحر الأحمر؟ عشان أنت كمبتدئ وشفت عالم البحار مع مودرار هتشوف كل ده في البحر الأحمر، أسماك وشعب ومية صافية وكل حاجة. أيا كان المكان الأقرب ليك، شرم، الغردقة ومرسى علم وغيره، هتشوف مركز الغوص في الفندق اللي أنت نازل فيه وتروح لهم وتقول لهم أنا عايز أجرب الغوص. ولو سألك بتعرف تعوم عيب عليك سباح يا جدع. بلاش بقى الشغل ده، قول له لا او على قدي، قول له بعرف بس بخاف من البحر، قول له بعرف اعمل كل حاجه بس عايز اهتمام زياده لاني خايف من التجربه. طب خايف ومقلق؟ كلمني وابعت لي وانا ابعتك لحد كفاءه، واغلبيه مدربين البحر الاحمر كفاءه. طب احنا عرفنا عالم البحار منك انت يا مو، عايزين ننزل معاك انت يا كابتن. خبر حصري، انا نازل في شهر 7 في الصيف في شرم الشيخ، طول الشهر في شرم، تراي دايفنج ورحلات وكورسات. صديقي انت مش متخيل يعني ايه تبقى بتغوص وسط السمك والشعب المرجانيه. تجربه لو عملتها مش هتقدر توقفها، علاج ضد الضغوطات بجد. مش بس متعه، انت بتطلع بعدها حد تاني. ويا غواصين البحر الاحمر رسالتي ليكم، هدفنا واحد. عمري ما كنت عايز اخد حاجه لنفسي بس، بالعكس لما بدي لحد حاجه ربنا بيرجعها لي 10. شدوا حيلكم عشان جيوش الوطن العربي كلها جايه لكم وانتوا واجهتنا. حلمي كل الناس تجرب رياضه الغوص. مين بيترعب من البحر بس ناوي يكسر حاجز الخوف ويجرب؟ قولوا لي في التعليقات وهرد عليكم.